مع حموضة الزيتون وملوحته وشوية حلاوة من الجزر والدسم بيجي من الدجاج. أحلى من هيك تغميسة مستحيل تلاقوا. من أطيب الأكلات الجزائرية. شوفوا في بلاد المغرب العربي بيستعملوا الزيتون في كتير وصفات، ولكن اليوم الجزائر تفوقت بوصفة الدجاج مع الزيتون، ومع ذلك بدي أعمل اللحم بالزيتون كمان. جاري التركي بيحكي لي هاي تجربة أنا عشتها، مش مجرد أكلة. بكل بساطة بقطع الدجاج بالشكل اللي بدكوا إياه، ما عنديش مانع، وبقطع كمان 3-4 بصلات إيش ما كان، أحمر أو أبيض، بس بقطعهم ناعم كتير قدر الإمكان. بكل بساطة في الطنجرة بنزل بشوية زيت مع سمنة بلدي أو سمنة عادية، وبنزل بالبصل أخليه يتشوح شوية مع شوية ملح، يا حبذا لو أخذ لون بدأ يتكرمل يعني. بعد تقريبا 10 دقائق بنزل عليه الدجاج وبقلبه وببدأ أحط البهارات. هل قلت البهارات؟ بالنسبة للبهارات شوفوا حبايب اللازم الجزائريين، إذا ما زبطتها احكوا لي كيف أظبطها، ولكن أنا حاولت. وبنفس الوقت البهارات مش هي الإشي الأساسي، الأساس عندي هو الزيتون وهو الطاغي على الطعم. أنا حطيت ملعقة 7 بهارات أو أي بهارات دجاج بتلاقوها، وزنجبيل وشوية قرفة وكركم. بقلب البهارات مع الدجاج 4-5 دقائق، وبنزل عليهم مية مغلية وبغطي عليها وبخليها تغلي من 30 ل 40 دقيقة لغاية ما يستوي الدجاج. وبعدين بكل بساطة بطلع الدجاج بحطه على جنب، إذا بدي بعمل له شوية سريعة بالفرن. بعدين بنزل الزيتون والجزر. هنا نيجي للزيتون، بدي زيتون ما فيش فيه نوى، بيتد اوليفز، بطلعهم من المرطبان اي نوع بتلاقوه، انا لقيت كذا نوع حاولت اجرب اي واحد فيهم اطيب. بنقعه في الميه نص ساعه تقريبا حسب درجه ملوحته. الهدف هنا انه تطلع شويه من الملوحه والمراره من الزيتون. وبنزل الزيتون والجزر فوق الدجاج والبصل، بقلبهم، واذا بدي بحط ليمون كمان بيعطي طعم لذيذ. حلقت هذه الاكله للغموس، فبدنا الصوص تبعها يا اما يختفي يا اما يضل بس يكون كثيف. فهنا عندكم خيارين، يا اما بتخلوها تغلي قدر الامكان فبصير له ريدكشن، او اذا بتحبوا الغموس كثير زيي بجيب شويه طحين مع ميه وبنزلها وبحركها بيكتف شويه، وهيك ما بخسر المرقه. وبعدين بصبها فوق الخبز وبقدمها. وبنجيب الطنجره بعد ما بردت شويه. يا سلام الريحه ما احكي لكم. نيجي للدجاجات وبنحط واحده هيك، الله على الجزر، وبنزل الدجاج، ولا ننسى الجرجير. نيجي لموضوعنا وبنقول له بسم الله. ناخذ زيتون مع الجزر. يا إلهي ما أزكاها. طبعا اللحمة طبيعي تكون دايبة ومنهنها، ناخذ معها بالجلدة بالزيتونة زي ما هي هيك بناخذها زي ما هي بالجلدة بالزيتونة. خلص الدجاج تبعي راح كله للجيران، بروح باكل معهم. السلام عليكم. عليكم السلام. from Algeria الجزائر. فيات أولسون. نسيت أجيب لهم الجرجير واللبن. اليوم اجي عبالي اجربها باللحم، وبصراحه امبارح الصوص طلع لونه غامق شويه، وانا بحب اللون يكون فاتح شوي. فهنا سامحوني كمان مره حبايب الجزائريين، بدي اقدم طريقه مبسطه جدا لطاجين اللحم بالزيتون. طبعا مش كل الناس عندهم هذا الطاجين، ومش كل الناس بيعرفوا يستعملوه. يعني اكله زي هاي يعني عمرها 200 سنة 500 سنة، مش عارف قديش، مليانة حضارة ومليانة تاريخ. يعني مش حقدر يعني لو طبختها أنا 10 مرات مش حقدر أضبطها زي حبايب الجزائريين اللي بيطبخوها من مئات السنين. فأنا بدي أقدم لكم إشي سريع وسهل جدا. بكل بساطة بجيب كتف خروف ربيعي يكون عمره هيك 5-6 شهور، وزن الخروف كامل 14 كيلو، الكتف بيطلع وزنه كيلو ونص ل2 كيلو، طري ولونه فاتح لذيذ. بقطعه على الماكينة 5-6 شقف، بعدين بحطه في مية باردة قبل ما يغلي بشوية، بس تطلع زفرة بشيله كله اصلا من الميه وبكبها وبحطه في طنجره جديده، بنزل ميه مغليه وبحط عليه اي مطيبات بدكم اياها. ونفس طريقه امبارح بالضبط، زيت وسمنه وبصل بقلبهم، بس المره هذه الاختلاف انه بدي احط الزيتون والجزر عليهم مباشره، والبهارات بسيطه المره هذه، كزبره ناشفه وبودره زنجبيل وكركم، بس بديش اكتر من هيك، والملح طبعا بيعطوني هذا اللون الذهبي الحلو. بقلبهم بصيروا 100%، وبنزل ميه مغليه وبخليهم يغلوا لهم هيك ربع ساعه ثلث ساعه يتسبكوا. بعد ما تستوي اللحمه بشيلها وبحطها فوق الخليط تبع الزيتون والجزر. وهنا انا يا ريتني حطيت المرقه تبعت اللحمه بدل الميه اللي حطيتها، ومع ذلك لسه بدها طبخ اللحمه شويه، فحطيت شويه من المرقه عليهم وسبتهم يغلوا ويتسبكوا. ويا سلام ما فيش احلى من هيك. بشيل اللحمه، واذا بدي دهنه زيت مع ملح وفلفل اسود بحطها بالفرن هيك تاخذ شويه لون يعني، وببدا اصب. هنا بدي اخذ صحن الي وبدي اخذ الباقي لاصحابي. عند الجزار اصحابي مغاربه وجزائريين ما احلاهم، دائما بشتري من عندهم اغراض وبسلم عليهم. فبدي اخذ لهم اشي وخلي الي اشي تاني، فمش عارف انا اوديهم الصحن هذا الصغير ولا الطاجين كله، مش عارف احدد. انا اقول لكم يعني شو بدي اعمل في هاي كلها. انا امبارح اكلت من هذا الخبز بس تعبني شويه، بدي اكل منه شويه بعدين بدي اكمل
في الباجيت الفرنسي هذا اللذيذ، جبته معي من المحل اليوم وكنت ماشي فيه زي هيك. بنقول بسم الله. انا بحب الغموس، بعشق الغموس. بنيجي هيك باخذ جزر مع الزيتون زي هيك وبنقول بسم الله. الله، يمكن اطيب انت بعد امبارح. الله على الدسامة، حتى الوانها بتجنن، تفتح النفس. يا الهي. الله، شوفوا الطراوة كيف، لحمة وفيها طعم الزيتون، اشي عجيب. قلب الصغير لا يتحمل. يا الهي، حبايبنا اللزم.